ازاي تفهمي اللي حواليكي من غير ما يتكلموا؟ كتاب كيف تقرأ شخصا مثل كتاب قال لنا ان في 3 طرق علشان نتعامل بيها مع الناس او للتواصل بين الناس. ال3 طرق دول هما الكلمات، الطريقة اللي بيتقال بيها الكلمات، ولغة الجسد. الكلمات واضحة مش محتاجة تفسير، انت حلو او انت وحش. الطريقة اللي بنتكلم بيها يعني مثلا لما اقولك ازيك غير لما اقولك ازيك او اتكلك على السين. اما بقى لغه الجسد فهي اللي محتاجه شويه دراسه عشان تفهميها. والكاتب قال لنا ان لغه الجسد ليها 5 اجزاء، هقولهم لكم الفيديو ده والفيديو اللي بعده. اول جزء لغه العيون، بيقول ان لو اللي قدامك بيكلمك وهو باصص لك في عينيكي فده معناه ان هو عنده ثقه في نفسه او ثقه في الكلام اللي بيقوله، او هو مهتم بيكي بقى او بالكلام اللي بتقوليه. ولو وهو بيتكلم بيبص ناحيه الشمال فده معناه ان هو بيفتكر الكلام اللي بيقوله او بيرجع لمرجعيه معينه، فغالبا كلامه صح. اما لو بيتكلم وبيبص ناحيه اليمين فغالبا بيختلق حاجات يقولها او بيحور عليك. والكاتب هو اللي قال مش انا اللي بقول. لو اللي بيكلمك بص تحت وهو بيتكلم فمعناه ان هو زعلان من حاجة او ندمان وهو بيقول الكلام. اما لو بص فوق فده معناه ان هو بيفكر او بيطمح او بيتكلم عن طموحه واحلامه. تاني جزء من لغة الجسد هي تعبيرات الوجه، ودي اكتر حاجة بتفضح اللي قدامك وتفضح مشاعرك قوي اللي انت بتحاولي تخبيها. عشان كده لو انت بتحبي حد اول ما بتشوفيه بتلاقي بقك قلب في يونكة، ولو شفتي حد مش طايقاه مهما حاولتي تبتسمي الابتسامة هتطلع صفرة وباينة. هقول لكم باقي اجزاء لغة الجسد الفيديو الجاي، استنوني. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.